الله الرحمن الرحيم. طرق تحمل الحديث وأدائه. ري قرتنا حديثي مر خوجة بقرة الشيخ خو ومر بداية. الطريقة الأولى السماع. ريا أول ريا سماعي، يعني ريا بيستنية من لفظ الشيخ إملاء، يعني لفظ الشيخ أو تبيجة تجي ساعتك، أو تحديثا من غير إملاء، يعني إملاء بتبدأ يسكرن تبيجة وبتبدأ يسكرن. فهمت كي؟ وياجي اشترى تبيجة ناضي يسكرن تأزبرتك. وكل منهما من حفظ الشيخ أو من كتابه. تايفانات بكش حفظ الشيخ بن شيخ أزبريش ترابيجة بكتب أخو خوينش ترابيجة. وهذا أعلى طرق التحمل وأرفعها. أن ريا قرتنا حديثي أن بلند أفهم شيء لا بيراه بشيء لا بيراتنبه. صيغة الرواية بها يا صيغة وقت مثلا مر رياس بالسماع مر صح كلمة مر شو رواية بك. ويقول السامع في روايته مثلا بفي شكل الشيخ قلت به رواية تأخذ بيجة سمعت فلانا قال كذا، أو أخبرنا كاربيجة شمرا قوتيه، أو حدثنا كاربيجة، أو أنبأنا شمرا قوتيه، أو سمعت فلانا نوري، أو قال لنا فلان قال لنا. شو بيجا قال مطلقة بيجا تبقى نجوي رابع، أو صيغة أوي، أو نا كسين سماعي ده، أو صيغة محتملة. لو ما تريد أوي ده تدليس ده كبيجا قال تاني بيجا، أو ندحك بأوي ده إمدالس بيجا ندحك وقا بيجا حدثني نوكي، وبيجا قال لنا جبركوتي، أو ذكر لنا فلان فلان. واختلف في أي هذه العبارات أرفع. إيش طبعا عبارات تفت سماعي ده تين سماعي كرن تين بكاراني. أما كيجا جوان دها بلنده أفردا اختلاف ده هي نوري، كما هو مفصل في تقريب وشرح تقريب وشرح تقريب التدريب ده هي. تمام. في الحال ده أبي وان سمعت به نوري. الطريقة الثانية القراءة على محقق اختلاف ده هنا يمكن محقق بيجن سمعتي. الطريقة الثانية القراءة على الشيخ مرش الشيخ رب عرفت خينه أو جنب بابو طريقة. ويسميها أكثر المحدثين عرضا. جبارة بين عرس بيتي عرس تجارة نوريت تجارة بشيء، باعتبار أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأ عرس تجارة الشيخ شيخ خينه، كما يعرض القرآن على المقرئ. شاطر ما القرآن مقرئ ما بابو ذلك كما تخينه مقرئ يعني إما رد خد، سواء في ذلك قرأ على شيخ خازي أو الشيخ أو خندبه، أو قرأ غيره على شيخ ويسمى. ياجي مثلا جماعتك نسيحة من يكتخينه تجي قدرتك والشيخ جي قدرتك ذاته. وسواء كانت قراءته من كتاب قراءة مثلا كتاب به أو من حفظ شيء أزبر به. وسواء في ذلك حفظ الشيخ ما قرئ عليه ولم يحفظ. خازي بلا الشيخ شيخ جت ياخذ أزبر به خازي بلا أزبر به، بشرط أن يمسك الشيخ أصله طبيعي. وقتنا أزبر به يلك يصير تسوي به نوري كتابه دستي ده او مسيكه وثيقه غير بدياجي او اصلي دستي كتاب وش البالي بك يقبل به. يعني وقت بقناعه شبيه خنده تيشيخ كنا ازبر بتبقى نبيراوي. والروايه بالقراءه اذا استوفت شروطها السابقه. روايه بالقراءه وقت ما شاطر ما اقول جيبين مثلا وقت يكون الشيخ كتابه بقى جركي او بكى جرك كتاب او اخذ ذا صحيحة بلا خلاف أو صحيحة بخلاف، بينما يعتد بهم طبيب النظر أهل حسين كتبروها بالصحيحة. دل على هذا حديث ضمامة بن ثعلبة رضي الله عنه وغيره. حديث ضمامة هي لا تسهل وباشق حديث بن شهاب. واختلف في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ. طب اختلافها تكرن يعني وقت ما يجي لفظ الشيخ صعب كه بويرا أو بويرا الشيء يانا يعني وكويا يانا، كما في الطريقة الأولى أو ده. وفي الأرجح من وكيل جوان ده هاتيار ده راجحة اختلافين. فحكي القول الأول بالمساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة. قولي أول هاتي حكاية كنا يعني قولي أول يكون بالمساوية نوري. تمام. عن مالك هاتي حكاية كنش مالك يعني القول بالمساواة. لا. مالك أصحاب مالك يعني فقيهي وشي خوجيوي سيدايوي من علماء المدينة، ومعظم علماء الحجاز والكوفة جوانها روايات بري علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم.
جوان خاطية. وحكاه رام هرمزي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. أول شيء رام هرمزي حسيت علي وابن عباسي رواية كذي. وحكي القول، يعني أساس بيقول فحكي القول الأول، نقول القول الأول شيء تلبوت، فحكي القول بالمساواة عن فيها. يعني دول لازم كي يقول. çünkü de قلت يعني ما قولها هناك ما قلت اختلف في مساواتها للسبعة بلفظ الشيخ. يعني وطي لفظ الشيخ فيها يعني قراءات وكا لفظ الشيخ يانا وكا سماع يانا اختلاف لدهيه. فحكي القول بالمساواة عن مالك يقول يدخل في يعني كمساوية نمساوية وكي جوان راجح إنك مثلا فيها ترجع كده اختلاف ترجع كده تمام. أما فحكي القول بالمساواة عن مالك حقيقة هذا يعني ما هي أنا قلت يعني قول أنا ما تحت بيت قول الأول. لو تشكي نيجي تشكي تشكي بيس تخمين أمر. مثلا أنا قلت يا الدور أنا قلت يا وحكي القول بحاجات السمع. أنا قلت يا قول الأول مهم أنا قلت نوري يا ثاني ماني أنا قلت. وحكي القول بأرجحية السماع على القراءة عن جمهور أهل المشرق. يعني قول مساواة جوانا إيكو قلتنا السماع جي قراءتي دها أو دها راجحة جمهور أهل العلمي أهل مشرقي يعني دوغي هاتي أوكر هاتي حكاية كده. قال النووي هو صحيح الإمام النووي ترجحها قلت يعني السماع تسال قراءتي ده ترجحه يكري. وحكي القول بترجيح القراءة على السماع قوي كاشي أرجح اختلاف أوجه اختلافية فمثلا قلت قراءة السماع دها راجحة أو جاء تحكي عن أبي حنيفة وابن أبي زيد وغيرهما ورواية عن مالك ورواية مالك كيف هي تمام. يعني فاناج دبيجن çünkü وقتی که شیخ بخواین دبه که سهوده چیه وقتی افزیر بخواین ده شیخ دقت که و اصل دستاده بش خود تعقیب که اصل دستاده بش که از بربه ده دقت که صيغة الرواية بها صيغة رواية بقراءة بربيجيش أصلا معي ما أقول الوحط الأحوط في الرواية بالقراءة يعني أن يقول قرأت على فلان كذا أو قرئ عليه وأنا أسمع بتناخذ نظالي تاخذ به. ثم عبارات السماع مقيدة بالقراءة في استفانة عبارة السماع وقت حال كونيوان حقي مقيدة رياض كده عبارة السماع مقيدة بقراءته كقول مثلا سمعت فلانا قراءة عليه هو مش الشيخ يسعى كلامه بفخندنا جيرام جي سعى يعني مش سمعت يعني برويته يعني رويته عن فلان. وحدثنا فلان مثلا قراءة أخبرنا فلان قراءة عليه. واختلف في إطلاق حدثنا وأخبرنا يعني كما بيجي حدثنا وأخبرنا ومطلق بيجي بقراءة كان صحيحة يا صحيحة. فمنعه ابن المبارك ويحيى التميمي والنسائي وأحمد بن حنبل وغير ما قلت لنا وجوز إطلاق قومنا وقوة الدباء يعني شو قياوي بي يعني حدثنا قراءة. حكي ذلك عن زوري ومالك بن عيينة البخاري ومعظم الحجازي والكوفيين كأبي حنيفة وصاحبيه يعني هذا إمام يوسف إمام محمد أبو يوسف إمام محمد والثوري وغيره. ومنع طائفة نطاق حدثنا وجرت نطاق خبرنا قلت حدثنا نابت شو حدثنا بيتر أو أو بيجي نوري يعني جي سحكن الهبة وقلت أخبرنا أخبرنا إنك وضع عام حسب. قال النبي مذهب الشافعي ومسلم وجوه أهل المشرق طيب ظن إصلاح يعني إصلاح مش حتى أتنه. وصار هو الشاعر الغالب على أهل الحديث الغالب أبا يعني كنت بيشن حدثنا إطلاق حدثنا نا أما أخبرنا صرنا. الطريقة الثالثة الإجازة طريقة إجازة وهي كما قال العلامة الشمني إذن في الرواية وتي إجازة أصلا إذن الرواية تاعي لفظا أو خطا يا بلفظي اشترط بيج أجازتك يا جياستك اشترط بأجازتك يفيد الإخبار الإجمالي عرفا طبي يعني إجمالا وراء عرفي وكا اشتركوا به ما دام إجازات تبدأ وكا اشتركوا يعني أنها تتضمن إخباره بما أذن له برواية عنه يعني تأخذ هذه إجازة إخبار الشيخ يعني وكا شيخ قلت به طالبيرا بما أذن له كتب إذن يده برواية عنه يعني سانك إذن يده كرواية بكشي. يعني أن تتضمن إخباره بما أذن له برواية عنه.
أنها يعني إجازتها تتضمن تخضع ذكره إخبار الشيخ بما أذن له. الشيخ إذن داية طالبه، إذن بشي داية برواية يعني تيوم تعقيب إذنه بكي بإخبار بكي، يعني عبارة لور خشب ناقله إخباراوي برواية عنه، يعني يعني أخبار داية خبر داية بتشوف إذن داية، إذن داية يعني بأذن له برواية عنه، يعني في أنجاز بيج بداش بيش معي إخباره بما أذن له، يعني شو إخباره بما أذن له يعني برواية عنه. يبارك خوشني. إيه ظاهر متعقب إخباري. بما شو بروايتنا قاسم. إيه. بما إيه شو روايتي شو بنار. كار رواية يو مثلا إتشيك إجازة داية يعني وقتيت كاريش برواية وارد بيجي، يعني عبارة وارد بيجي دبي إجازة خدا چی دیگره، يعني تشيكو ميقوم إجازة تداية يعني وقت بين فياش مش رواية وارد بيجي إجازة، يعني ظاهر بما أزينه برواية هجم تعقيب إخباري. بله. إجازة بشي أزينانية مرد يقيم تعقيب بأزينه بله. خوش هر ناقره إذا مركب بدش بيش بما إخباره بما أذن له، يعني شو بما أذن له برواية عنه، بله. يعني إخباره وي بتشيكو إجازة كي يعني إخباره وي برواية شيء نخوي عبارة خوشني. وقلت أنا بروايتي بما أذن له ذا خوش، بروايتي ما أذن له فيما أذن بله. له ذا خوش، بله. وقلت أنا تتضمن إخبار الشيخ بروايته فيما أذن له، بله. يعني يجي بروايتي ما أذن له، ده معنى السالم ده. يعني شوف إذا تدايت كاريش بروايت معناه وياه يعني معناه إذا بروبلم تنه يبالي إذا بيش بروبلم. وأركانها أربعة، مش مرة بروبلم شو نقول برا يكي كوداري كبرا زنبا بروبلم واي، yoksa معناه aşkı معناه yani dibet şey ki icazet daye icazet xuda çi digre yani dibet şey iznat edayet karış bir güveyt معناه بله. يفهم معناه sorun tune yani فحفظتنا عربي راس زمان عربي راس متنبي. وأركانه أربعة طب أركان إجازة شهر مجيز مجاز مجاز به إجازة. مجيز شيخه، مجاز طلبية، مجاز به أو حديثة، وإجازة شي أو إشلامة أو كرنة أو عملية، وهي على أنواع. طب إجازة نوعية هنا شنوري أن يجيز معينا بمعين، رابع إجازة بديك معين بتشتكي معين، مثلا كقول المجيز شيخ تبيجة أجزتك تبلي واي، والبخارية إجازة بخارية داته بخاري جبلية، فإجازة بمعينة جو معينة، أو ما اشتمل عليه فارس يجب أجازتك بما اشتملت عليه فارسي. شيء كانت فارسان دهم إجازة فارسان تجاسية بلية ويبو معين. والرواية بها جائزة عند الجمهور من المحدثين وغيرهم، رواية بإجازة جائزة لجمع جمهور المحدثين وغيرهم، خلافا لبعض المحدثين الفقهاء يقبلون كذا حيث منعوا ذلك كشعبة وغيره، وأنا معنى كذا وكو إمام شعبة وباشقه. دوا أن يجيز معين ده إجازة ده كي بلي أما في غير معين شوا، كقول أجزتك جميع مسموعاتي كدورتي تنين تشيكم الساعة كريه إجازة وضعته تبلي أما مسموعات نبلينه، مسموعات قيد كلي بنا دبوا اشتملت عليه فيرستي وقت بيجي ما كان مقيدا هنا من مسموعاتي بشاهد بمعين، أما دبي مسموعاتي تشيك تفهم كير تزام واج مسموعاتي بيه تكاري وانا روايتك. والجمهور على جواز الرواية بها وجوب العمل بها، قلت واجب جواز الرواية بها وعمل كنا بيش. إيسا أن يجيز غير معين أما بصيغة العموم، مثلا كقول أجزت جميع المسلمين نيك بليه نوري، أو كل أحد هركس، أو أهل زماني نبلينا نوري، فإجازة غير معينة وصيغة عمومية يعني هركس كيف بري، لكن إذا جازة وفي ذلك خلاف المتأخرين، اختلاف متأخرين قبولنا كريه نوري هنجا جم قبولنا كريه، فإن قيد الإجازة العامة بوصف حاصر نوري أو خلاف بجاه، مثلا قيد بك إجازة عام وصفك قبصيجي بيان هنجا تخبر خود، مثلا أجزت طلبة العلم ببلد كذا، أجزت طلبة علم ببلد مثلا بديار بكر بيجه نوري إيواء ديار بكر تنينه، فهي أقرب إلى الجواز من غير المقيدة بذلك من باب أولى. طب دهانس كبار جوازه أو نم مقيد فيها يجي باب أولى، يعني وقت يكون نم مقيد مقبول به فيها بطريقة أولى كان مقبول به نوري ده هذا
وقد ذكر في التهذيب طائفة من العلماء القائلين بقبول هذا النوع مطلقا، هنجا مطلقة مقبولة. قال ابن كثير: وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء باعتبار كلمة قسمكي يعني وغروبكي حافظة وعالمة يعني حافظة حديثة. فممن جوزها الخطيب مثلا، قلت يا خطيب جاز جوانك جاز دراية، ونقل عن شيخه القاضي أبي طيب الطبري، الشيخ يخرج رواية يصبت الطبري، ونقل أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني، أو جي أبو بكر أو نقل كده أبو بكر الحازمي جي سيدا يخو همداني، وغيره من محدث المغاربة محدث غربيجي قبول كده. بس هيك. بله. هو تبرين ابن جرير طبري نسيده. اه طبري ما ابن جرير طبري. يا أبو أبو بكر. طيب. أمم. أبو طيب عن شيخه ابن جرير ظاهر نائبه بله. ابن جرير، ويا ماشي ابن جرير وابن ابو طيب ابن جرير الطبري، أمم. عندما جاء ماشي ابو طيب الطبري. أمم. نزل ساكنه دقوا بله. المجاز المعين من جمله الكتب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.